بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عرجنا في الدرس الماضي من التعليق على كتاب الإكليل في استنباط التنزيل للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله على قصة مؤمن آل فرعون، ومررنا بها مرور الكرام، ولكن فضيلة الشيخ الأمين العام الدكتور علي الصلابي طلب أن نعود إليها بتفصيل أكثر، فرغبات القادة أوامر، فنحن نطيعه ولا نخالفه إن شاء الله. هذه القصة فيها عبرة للمعتبرين، وفيها فوائد كثيرة يمكن أن يستفيدها الإنسان في حياته وتجربته الدعوية والعملية. فالله سبحانه وتعالى لم يذكرها إلا في موضع واحد، وهو في سورة غافر التي تسمى أيضا بسورة المؤمن، تسمية باسم هذا الرجل الصالح الذي زكاه الله وشهد له بالإيمان. فإن الله قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، مع أنه لو قال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه لعرفنا أنه مؤمن، لكن أراد الله تزكيته فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وهذا الرجل هو من آل فرعون، أي من أقاربه وأهل بيته، أي من البيت الحاكم، من الأسرة الحاكمة في القبط. آل فرعون ذكروا في القرآن بالتنفير في عذاب القبر في نهاية قصته هو: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا الرجل منهم هداه الله للإيمان، فآمن بالله سبحانه وتعالى وصدق برسالة موسى وهارون عليهما السلام، ولكن يبدو أنه أيضا كان مصدقا بما قبل ذلك من الرسالات، لأنه قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. فهو مؤمن بالرسالات السابقة على موسى. وقد اختلف هل المقصود باليوسف هنا يوسف الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، أو هو يوسف حفيد يوسف أو ابنه. والذي يترجح أنه هو يوسف الكريم عليه السلام. وعلى هذا يكون أهل مصر ما بعث فيهم بعد يوسف إلى موسى عليه السلام نبي. وهذا الذي اعترض به بعض أهل التفسير، فقالوا هذه مدة طويلة بين يوسف وموسى، وقد قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فلا يمكن أن تمضي أمة من الزمن إلا خلا فيها نذير، لكن الأمة مختلف فيها، فقيل 70 سنة وقيل 100 سنة، وقيل المقصود بها نوع من الناس كعرق ولون ولغة أو نحو ذلك. وهذا الرجل كان يكتم إيمانه، وكتمان الإيمان على 3 درجات. الدرجة الأولى أن يكتم الإنسان إيمانه خوفا، بأن يخاف من عقاب أعداء الله، وهذه درجة نازلة، ولكن صاحبها معذور، لأن من كان عاجزا عن الدفع عن نفسه فله الحق أن يكتم إيمانه لئلا يتعرض للقتل أو الأذى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجة أبا ذر عندما آمن، فقال له: اكتم إيمانك عن قريش فإني أخافهم عليك. والدرجة الثانية أن يكتم الإنسان إيمانه لوقت محدد لقصد إقامة الحجة على الأعداء، كما فعل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه لما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت
والبهت هم الذين يعرفون الحق وينكرونه ويكتمونه. فاكتم عنهم إيماني وادعهم واسألهم عني. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الملأ من يهود المدينة فأتوه فقال: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا، وأثنوا عليه كثيرا وجعل عبد الله من وراء الساتر. فقال: أرأيتم إن آمن بي أتؤمنون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله وأشهدهم أنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بما جاء به، فرجعوا وذموه وتبرأوا منه بعد أن أثنوا عليه. لكن الله زكى عبد الله بن سلام فقال: فآمن واستكبرتم. فآمن، شهد الله لعبد الله بن سلام بالإيمان، وشهد على اليهود بالاستكبار الذي منعهم من الإيمان. واستشهده الله في كتابه فقال: والذي عنده علم، والذي قال في سورة الرعد قال: ومن عنده علم من الكتاب. من عنده علم من الكتاب هو عبد الله بن سلام. فاستشهده الله سبحانه وتعالى بعد أن شهد هو بصدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرجة الثالثة أن يكتم الإنسان إيمانه لقصد جمع المعلومات ولقصد اختراق العدو والتأثير فيهم. وهذا المقام هو أعلى المقامات، وهو الذي كان عليه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فإنه أسلم قبل موت أبي طالب. وعندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب أن يقول كلمة يدافع بها عنه وهي شهادة أن لا إله إلا الله، منعه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أن يقولها. وفي آخر الوقت وهو يغرغر يبدو أنه قالها، ولكن بعد أن وصلت الروح الحلقوم، وفي ذلك الوقت لا ينفع نفسا إيمانها، لأن الله قال: لا ينفع، إما يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالإيمان ينفع صاحبه ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. وكان العباس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي طالب، فقال: يا رسول الله تالله لقد قالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمعتها. والعباس شهد بيعة العقبة ولن يشهدها إلا مؤمن، لأنه جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدهما حين بايعه الأنصار، وكانوا 72 رجلا ومعهم 4 نسوة لهم. ولكنه بقي بمكة يكتم إيمانه حتى خرج مع المشركين يوم بدر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من لقيه أن يقتله. قال: من لقي منكم عباس بن عبد المطلب فلا يقتله. فليست نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكونه عمه مانعة لدمه، بل عصمة الدم إنما تكون بالإيمان أو الأمان. فمعنى ذلك أن العباس كان مؤمنا، وإن كان في الظاهر وفي الكتمان يقتضي أن يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الفداء كما أخذ من غيره من الأسرى كتمانا عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه بأخباره وهو بمكة، وكان هو يرسل ويكتب بأخبار أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة خيبر التي كانت بعد صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، وكانت أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح، وكان المشركون يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويظنون أن اليهود سينتصرون عليه ويقتلونه. وهذا هو ظن السوء الذي أخبر الله به بكتابه. قال: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فجاء الحجاج بن علاط السلمي، وكان رجلا تاجرا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي دينا على قريش وقد منعوني ديني، فأذن لي أن أكذب عليهم حتى أخذ منهم مالي قبل أن يصل إليهم الخبر. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب على قريش، وأمره أن يأتي العباس فيقص عليه ما حصل في غزوة خيبر. فجاء الحجاج بن علاط إلى قريش وأخبرهم أن اليهود
قد قتلوا أصحاب محمد وأنهم أسروه وأنهم قالوا لن نقتله حتى نبيعه بمكة، وأنه يريد أن يجمع ماله ليشتري من السبي والغنائم، فجمعوا له ماله. وأتى العباس فأخبره بما حصل، وخرج مسرعا وقال للعباس اكتب عني 3. فاغتسل العباس وتطيب وتدهن ولبس أحسن ملابسه وطاف بالبيت الحرام، فجاءه الملأ من قريش فقالوا ما هذا التجلد يا أبا الفضل؟ قال وما ذاك؟ قالوا أما علمت بما حصل لابن أخيك؟ فقد أخبرنا الحجاج بن علاط بما فعل اليهود به. قال قد أخبرني بخلاف ذلك، وقص عليهم القصة، وأنه قال له تركته معرسا على ابنة ملكهم وقد قتل منهم 90 وأسر 90. فالعباس ختمت به الهجرة، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه ستختم به الهجرة كما ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم النبوة. فخرج من مكة قبل الفتح ب3 ليال بأسرته إلى المدينة، فلما بلغ كراع الغميم لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل أبا رافع بالأسرة إلى المدينة، ورجع هو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد الفتح. فكانت له مواقف في فتح مكة، منها تأمينه لأبي سفيان وغير ذلك. وهذا الرجل كان بهذا الموقف الثالث، هو مؤمن آل فرعون، فإنه كتم إيمانه لينفع موسى بالدفاع عنه والدفاع عن الحق في وقت الحاجة إليه، ولمعرفة مكر فرعون وجنوده وكيدهم وما يريدون. فلذلك لما خاطب فرعون قومه بعد أن ظهرت عليه الحجة وغلب في السحر وغلب في الحجة والكلام، قال أروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون خاطب الملأ من قومه قال يروني أقتل موسى وليدعو ربه، معناه أنه هو مهزوز الثقة في نفسه، فيعلم أن لموسى ربا وأن ربه سينصره، ولكن قال ليكن ما يكون وليدعو ربه. وبين لهم حجة الجبابرة والمستبدين دائما، وهي إني أخاف أن يبدل دينكم. فالجبابرة دائما يزعمون أن كل من دعا إلى هدى وخير إنما يريد تبديل دين الناس وما هم عليه، وأن هذا إفساد في الأرض، وأنه سيظهر الفساد في الأرض بالخروج على النظام وحصول الفوضى وغير ذلك من الأمور التي هي حجج الجبابرة والمستبدين. إني أخاف أن يبدل دينكم، كأن فرعون هو حارس الدين وهو حامي الفضيلة، أو أن يظهر في الأرض الفساد، كأن فرعون لا يفسد في الأرض وأنه معادل للفساد في الأرض. وهذا كله قلب للحقيقة وادعاء للباطل، ولكنه من شأن الجبابرة والمستبدين أن يقولوا هذا الكلام وأن يروجوا هذا الذي لا يروج إلا على ضعفة العقول. حينئذ كان لا بد أن يظهر الرجل إيمانه، ولكن سيظهره بالحجة، فلم يخاطب فرعون مباشرة، وإنما وجه الخطاب إلى قومه، وهذا من تمام عقله وحكمته. فلذلك قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا، ما قال أتقتلوا، ولم يكن الخطاب بالمواجهة بينه وبين فرعون، لأن ذلك ليس بحكمة. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. تقتلون رجلا كأنه نكر، لا علاقة بيني وبينه، لا أعرفه، ولكن فقط أن يقول ربي الله، معناه أن حرية المعتقد كانت معروفة لدى الناس جميعا، وأهل مصر ليسوا جميعا على ديانة واحدة، ولو أن كل من خالفهم بالديانة قتلوه لكان هذا إراقة لدماء لا حصر لها. لذلك قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هذه جملة حالية مقترنة بالواو، معناه أنه فعلا جاءكم بالبينات من ربكم، والبينات هي الحجج التي جاء بها موسى، وهي 9 آيات مفصلات. وهذه الآيات 9 منها العصا
التي أكلت سحر السحرة، ومنها النور الذي في يمينه إذا أدخلها في جيبه وأخرجها خرجت بيضاء من غير سوء، ومنها القحط الشديد الذي أصاب أهل مصر بعد أن كانوا مخصبين زمانا طويلا، لقد أخذنا آل فرعون بالسنين. ومنها النقص من الثمرات، بعد أن جاءهم المطر وجاءهم السيل والطوفان كانت الثمرات قليلة فحصل الغلاء، لأنه إذا قل العرض وكثر الطلب سيرتفع السعر، فلذلك قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ثم بعد ذلك العقوبات الخمس التي هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فهذه 9 آيات مفصلات جاءهم بها موسى. بعض أهل التفسير لا يذكر النقص من الثمرات من هذه الآيات، ويظن أن الآية 9 هي التوراة، ولكن الواقع أن التوراة لم يأتي بها إلى فرعون وملئه، وإنما جاء بها إلى بني إسرائيل، ولم تنزل إذ ذاك، وإنما كتبها الله له في الألواح بعد أن هاجر ببني إسرائيل عندما واعده الله عند الوادي المقدس طوى. فإذا هذه هي الآيات 9 المبصرة، وهي التي جاء بها إلى فرعون وجنوده. لذلك قال الله تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه. هو يجادل عن موسى فقال إنه لا يخلو من أحد احتمالين، إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون صادقا، وبدأ بالاحتمال السيء وهو أن يكون كاذبا مع أنه يعلم أنه على خلاف ذلك. لكن هذا الذي تقتضيه حكمة المجادلة والمناظرة، أن يبدأ الإنسان بالاحتمال الأسوأ، كما في قصة يوسف، فإن الطفل الذي تكلم في المهد قال في ذكر شق قميص يوسف عليه السلام إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، هذا الاحتمال الأسوأ فبدأ به، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وهذا الاحتمال الصحيح لكنه أخره. فكذلك هو هنا قال إن يك كاذبا فعليه كذبه، هذا لا يضركم أنتم بشيء وإنما يعاقب هو به، فقد عرف أن من كذب على الله لا بد أن يعاقبه الله. ولذلك قال الله في دعوى المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلق القرآن وكذب على الله، قال الله فيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل أي الكذب لأخذنا منه باليمين أي بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين أي ذبحناه ذبحا فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلا يستطيع أحد منكم أن يدافع عنه. وهو هنا قال إن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا، وهذا الاحتمال الصحيح، إن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، فإنه قد أخبرهم بأنهم إذا لم يستجيبوا ولم يصدقوا ولم يعطوا حرية التنقل لبني إسرائيل حتى يخرجوا معه من مصر فإنهم سيحل بهم الرجز. هذا الذي أوعدهم به موسى هو حلول الرجز عليهم، وهذا الرجز يشمل هذا العذاب الذي هو قد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وهذا هو المطلوب. فالهدف الذي طلبه موسى هذان الأمران فوعدوا بهما. وهنا مؤمن آل فرعون لم يرد أن تكون المواجهة في ذلك الوقت بينه وبين قومه أو بين موسى وبين الملأ من القبط، لأن ذلك فيه خطر، فموسى ما معه قوة تدافع عنه، فلذلك قال وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، لم يقل بعض الذي يوعدكم. فيعدكم مصدرها الوعد، اسم مصدرها الوعد، والوعد يكون بالخير، وأما الوعيد فهو بالشر وفعله أوعد، كما قال الشاعر ولا يختشي ابن العم مني صولة ولا أختشي من صولة المتهدد وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فالإيعاد من الوعيد هو الوعيد، وأما الوعد فهو بالخير، فهو هنا جعل ذلك وعدا ولم يجعله إيعادا، لأنه لو قال يصيبكم بعض الذي يوعدكم به لكان هذا تهديدا بارزا صارخا، وحينئذ معناه إعلان الحرب والمواجهة، فلم يرد ذلك فقال يصيبكم بعض الذي يعدكم. وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. نعم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فبين لهم أن فرعون مسرف وأنه كذاب، ولكنه لم يرد مواجهته بذلك مباشرة. قال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وسيفهم فرعون المراد، وهذا يسمى في لغة العرب بالأسلوب الفصيح أو الأسلوب البليغ، وهو التعريض، أن يعرض بإنسان دون أن يذكره باسمه. ثم قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فذكرهم بنعمة الله عليهم وأنهم يملكون مصر وما وراءها مما يتبع لها من الأمصار. لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، ظاهرين أي قاهرين منصورين في الأرض. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، فحذرهم من بأس الله إذا جاءهم، فإنه لا ناصر لأحد عليه ولا قوة بأحد على بأس الله إذا جاء. ولهذا لما جاءهم القحط لم يستطيعوا أن يجروا النيل ولا أن يجدوا ماء للزراعة، ولما جاءهم الطوفان وطاف ببيوتهم لم يستطيعوا أن يمنعوه أيضا. لهذا قال من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. في هذا الوقت تدارك فرعون زمام المبادرة وتماسك، فأراد أن يجادله. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما أريكم يخاطب هذا الرجل مع الملأ من قومه جميعا، إلا ما أرى معناه هذا الذي أريكم هو رأيي الذي أراه لنفسي وأراه لكم، فكأنه يريد أن يدخلهم مع نفسه فلا يرون أنه يريد لنفسه ما لا يريد لهم. وهذا أدعى للامتثال. إذا كان الإنسان لا يدعو الناس إلا إلى ما يريده هو يبدأ فيه بنفسه، فهذا أدعى للامتثال، كما حكى الله عن شعيب عليه السلام قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما أريكم إلا ما أرى. وقال بعض المفسرين بل المقصود ما أريكم إلا ما أرى معناه لا حجة لكم بعد رأيي وقولي، فخذوا برأيي ولا تجادلوا فيه. ما أريكم إلا ما أرى. ولكن عطف الجملة اللاحقة عليها يدل على ترجيح المعنى الأول، ولذلك قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا الذي يهديكم إليه هو سبيل
وهذا خداع لقومه وهو يعلم خلاف ذلك. هنا رجع الكلام إلى الرجل المؤمن فقال: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. هذا الرجل من خلال هذه المجادلة وهذه المرافعة الأخيرة تبين أنه قد انصبغ بصبغة الإيمان تماما، أنه قال: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، معناه مثل أيام الأحزاب. واليوم نكرة ولكنها أضيفت إلى معرفة، والمعرفة النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة تعم، مثل قول الشاعر: بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، جلدها أي جلودها. كذلك قوله مثل يوم الأحزاب أي مثل أيام الأحزاب. والأحزاب هي الأمم السابقة التي حاربت الله سبحانه وتعالى فقصمها وقضى عليها، مثل دأب قوم نوح. والدأب العادة كما قال امرؤ القيس: كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها ومن ربابي بمأسل. فلذلك قال مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، هذه الأمم كلها أهلكها الله، والذين من بعدهم. وما الله يريد ظلما للعباد، معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، لكن إذا بارزتموه بالمعصية فإنه سيعاقبكم عقابا لا يمكن أن تصمدوا أمامه ولا أن تقفوا في وجهه. قال: الله يريد ظلما للعباد. ثم زاد في ذلك فقال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. بعد أن أنذرهم بطش الله في الدنيا حذرهم بطش الله في الآخرة، وجعل هذه مرافعتين مقدمتين. المقدمة الأولى حول تهديد بمكر الله في الدنيا وأخذه الوبيل وعقابه للأمم السابقة، والمقدمة الثانية تخويفهم من يوم القيامة وأخذ الله فيه. قال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي، وهو يوم القيامة عندما ينادي الله الخلائق فيحشرهم، ولذلك ينادي المنادي: هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذا هو يوم التنادي. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يوم تولون أي ترجعون، وذلك بالحشر والبعث. مدبرين فليس لهم وجه يقبلون به، وإنما هو الفرار، ولكن الفرار ليس إلى أي مكان، لأن الله قال في نفي الفرار: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فلا مفر ولا وزر ولا مستقر يومئذ إلا إلى الله. هذه الآخرة كانت معروفة عن كل الديانات، كل الأنبياء جاءوا بذكر الآخرة. من قوم فرعون، نعم، من كان منهم على يسمع بنبوة يوسف عليه السلام ودعوته، فكان يحذرهم بالآخرة وكان يدعوهم إلى ذلك، وهو كان على علم بنبوة يوسف. ما لكم من الله من عاصم، أي لا أحد يمنعكم من الله بذلك الوقت. ومن يضلل الله فما له من هاد. هنا استشعر مؤمن آل فرعون أن فرعون قد لا يقبل دعوته حين أتى بأقصى ما لديه من الجهد في المرافعة. حذر وأنذر بأمور الدنيا وحذر وأنذر بأمور الآخرة، ظن أن فرعون لن يستجيب له، فقال: ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، بين لهم أن الحجة قائمة عليهم ببعثة يوسف عليه السلام، وأنه جاء أيضا بالبينات. وقيل معجزات يوسف هي إظهار الله لبراءته وما آتاه الله من تعبير الرؤى والعلم العجيب.
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. حتى في حياة يوسف كان بعض القبط والملأ منهم في شك مما جاء به يوسف عليه السلام، وهذا ليس عاما عليهم جميعا، ولهذا لم يقل فما زلتم تشكون فيما جاء به، بل قال في شك أي يحيط بكم من حولكم الشك والريب في صدق ما جاء به من عند الله. حتى إذا هلك أي مات يوسف عليه السلام قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، وهذا الذي يسمى بالتحكم، وهو القول بغير دليل، أن يقول الإنسان حكما جازما من غير دليل، هذا يسمى بالتحكم. قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. هذا الذي حصل لكم عندما رأيتم الآيات والمعجزات فلم تصدقوا يوسف وبقيتم على ريب مما جاء به، هو الذي سيحصل لكم مع موسى عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى يصرف قلوب من لا يرتضي إيمانهم ومن لا يرتضي خدمتهم للدين. فليس الإيمان قناعة عقلية، وإنما هو اشتباع رباني، كما قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. فهنا يرد على فرعون دون أن يسميه، وإنما يرد عليه بالعموم. ففرعون كان يجادل من غير حجة ومن غير دليل، وإنما بمجرد التحكم. قال في الرد عليه الذين يجادلون في آيات الله وقد رأوها واتضحت لهم وبانت بغير سلطان معناه ليس لهم في ذلك دليل أيا كان، بغير سلطان أتاهم. ما هو فيه إنما هو مقت من الله، فقد مقتهم الله حين حال بينهم وبين الإيمان مع أنهم قامت عليهم الحجة. ولذلك قال كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذا الطبع هو الحيلولة بين القلب وبين الإيمان، فإذا طبع الله على قلب أحد لم يدخل الإيمان إلى قلبه إلى شغاف قلبه ولم يؤمن. ولذلك قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وهذا تلميح بأن فرعون متكبر جبار. اتضح أن ما قاله مؤمن آل فرعون في فرعون صحيح، ولم يرجع ولم يهتم بهذه الحجة. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فهو ليس لديه أي حجة يناظر بها المؤمن من آله، ولكنه رأى أن موسى يذكر أن إلهه هو العلي فوق عباده، فأراد ببغيه وطغيانه أن يبحث عنه في الأمور المادية وفي عالم الشهادة والحس. فنادى وزيره هامان، وهامان في اللغة الألمانية معناه البناء أو الذي المهندس المعماري أو المدني الذي يبني. وهامان
هامان كان مختصا في البناء والتعمير وما يشقه فرعون من الأنهار وما يبنيه من القصور، فلذلك اشتهر بهذا الاسم بهذه الصفة وهي صفة البنيان. قال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. وفي الآية الأخرى ذكر له المادة الأولية التي يبني بها، أوقد لي يا هامان على الطين واجعل لي صرحا. وهنا بقي مع فرعون بصيص من الفطرة، فالإنسان بطبعه مفطور على أن الله فوق خلقه، فهذا البصيص هو الذي قال له به ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، ولم يقل له احفر لي بيرا، فإن الفطرة تقتضي أن الله فوق خلقه. ذلك قال ابن لي صرحا، الصرح البناء الطويل، لعلي أبلغ الأسباب أي الحبال أسباب السماوات. هو يتخيل أن السماوات لها أسباب وسلالم يصعد معها، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، حتى بعد أن أقر بجهله وعجزه وأنه لا يستطيع مجرد تصور إله موسى أو الوصول إليه إلا بالاستعانة بهذا الصرح الذي يبنيه هامان. مع ذلك تذكر أن هذا إقرار بالهزيمة فقال وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. كذلك زين لفرعون أي زين له هامان والملأ من قومه سوء عمله وصد عن السبيل، فإن الوزراء المنافقين المتسلقين المتملقين ركن من أركان الطغيان، ولذلك يهيئون للملوك والجبابرة أنهم قادرون على تنفيذ كل أوامرهم ورغباتهم. فهامان عندما قال له فرعون ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات قال له حاضر مباشرة. هذا الذي يؤدي إلى الطغيان. فكثير من الملوك إنما يطغيهم حواشيهم، فيكون الشخص وصل إلى الرئاسة أو الإمارة أو الحكم وهو على طيبوبة وفطرة وخير، ولكن إذا اتصل به هذا النوع من الناس وهم المنافقون المتسلقون المتملقون يزينون له الطغيان ويرونه أنه هو ليس إنسانا عاديا وليس كالبشر، فينسى أنه بشر ولد وأنه يموت وأنه بدأ من الأرض وسيعود إليها. هذا هو أساس الطغيان. إذا نسي الإنسان مبدأه ونسي خاتمته ونهايته فسيطغى لا محالة. وهذا الركن من أركان الطغيان هو من أشدها لأنه يؤثر في الركن الأول. فأركان الطغيان 5: الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها، والوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يخيل للملك أنه قادر على تلبية كل رغباته وتنفيذ كل أوامره، ورجل المال والأعمال الذي يسخر ثروته لبقاء ما كان على ما كان ولنصرة الظلم والطغيان، وهذا يمثله قارون. ورجل العلم والدين الذي يسخر علمه ودينه لتسويغ القرارات الجائرة والظلم الذي يتخذه الملوك، ويمثله السحرة قبل إيمانهم. والركن الخامس رجل الإعلام الذي يسخر أداته سواء كانت قلما أو لسانا أو شاشة أو وسيلة إعلام لنشر الظلم والطغيان، ولا يغطي من الحقيقة إلا ما يخدم الطغيان. ويمثله الحاشرون فإنهم قالوا هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. هذا الاحتمال الذي يغطيه الإعلام هو إن كانوا هم الغالبين. الاحتمال الثاني إذا كانوا مغلوبين هذا الاحتمال لا يتطرقون إليه ولا يغطونه. ولذلك يقول الشاعر إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا. وقال الآخر إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني وما سمعوا من صالح دفنوا صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أي كبرت آذانهم.
نعم. نعم. الصرح المذكور يعني يقول الأهرامات. لا الأهرامات هي مدافن الملوك، لكن هو الصرح يظن به أنه سيبلغ أسباب السماوات ولم يبنه، ولكن المهم أنه كان يتخيل ذلك. قد ذكرنا قصة الجبار الذي أراد أن يصل إلى السماء في الدرس الماضي، وذكرنا أنها وردت في سورتين، في سورة إبراهيم وفي سورة النحل، وأنها لم ترد صراحة وإنما أشير إليها. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وفي القراءة الأخرى صد عن السبيل، أي صد من استطاع صده من أهل مصر ومن ملئه ومن أعوانه عن السبيل، عن سبيل الحق. وما كيد فرعون إلا في تباب. فهذا الكيد الذي كان لديه، وأنه يملك كل شيء، وقال أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. هذا هو كيده وما يعتمد عليه من القوة. فالحق لدى الجبابرة هو القوة، فمن كانت لديه قوة فإنه يرى أنها حق له في كل شيء، كما تسمعون الآن جبار أمريكا يقول إنه سيضم كندا وسيضم الجهة الفلانية وسيأخذ قناة بنما وسيأخذ غزة ويهجر منها أهلها ويجعلها مكانا تجاريا. ما حقه في ذلك؟ الحق الوحيد الذي لدى الجبابرة هو القوة، أنه يرى أن لديه قوة يستطيع أن يفعل بها ذلك، لكنه لا يبالي هل هذا حق له أو ليس حقا له، لأن الجبابرة حقهم القوة فقط. فلذلك قال وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. ثم جاءت مرافعة أخرى من هذا المؤمن وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. عندما أيس من فرعون أراد أن يحدث شرخا في الملأ، على الأقل أن لا يتبع الملأ جميعا فرعون في كفره وضلاله، بل لعله ينقذ منهم ولو إنسانا واحدا. وهذا شأن من يدعو إلى الهدى، فإنه يسعى لإقامة الحجة لله على عباده، وأن ينقذ الناس من النار بأية وسيلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. لذلك قال وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. أنا أدلكم على سبيل النجاة من عذاب الله وبأسه في الدنيا والآخرة، وذلك بالإيمان بموسى وتصديقه واتباعه. ووعظهم في ذلك يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. هذه الحياة الدنيا ليست دائمة ولا باقية، فلا الملك فيها ملك أبدا، ولا المغلوب فيها مغلوب أبدا، ولا المستضعف مستضعف أبدا، بل كل ذلك لا بد أن يتغير ويتحول. وهذا الدهر منجنون بأهله يتقلب، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولهذا قال إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فالآخرة هي التي فيها الثبات، فمن كان في الجنة فيها فهو ذو بقاء أبدي سرمدي مستمر، ومن كان في النار كذلك من الكفار فهو في عذاب دائم أبدي مستمر عائذا بالله من عذاب الله. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. من تمام وعظه لهم أنه بين لهم عدل الله سبحانه وتعالى. فالداعية لا يقتصر فقط على التخويف والترغيب والترهيب،
بل يبين أيضا أن هذا هو العدل وهو نظام الحق والصدق. فالله يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، فأراد أن يقيم عليهم الحجة بعدل الله سبحانه وتعالى، فقال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وهنا يرغب أيضا حتى في الجنس المستضعف من الملأ، لا يجادل الرجال فقط بل يريد أن تبلغ دعوته الجنس الثاني من الملأ ومن الناس. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، معناه أن ذلك ما له نهاية أبدا بخلاف الدنيا المنقضية المنتهية. وبين لهم عكس بيان فرعون، ففرعون قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، والذي آمن ماذا قال؟ قال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. والواقع أن الملأ لم يدعوه إلى ذلك وإنما دعاه إليه فرعون، ففرعون هو الذي قال لهم بين لهم أنه لا يعلم لهم إلها غيره. يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فلذلك قال ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وهذا من تمام بيان العدل، لأنه قال إلى العزيز معناه شديد الأخذ والقوة والبطش، الغفار في مقابل ذلك. فالمغفرة هي ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، معناه أن هذا الذي تدعون إليه لا حجة عليه، فما لكم عليه أي حجة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وهذا ما يؤمنون به. فكل كافر يؤمن بالموت، الموت هي العقيدة الوحيدة التي يتفق على الإيمان بها الخلائق جميعا. وأن المسرفين هم أصحاب النار، معناه ولا جرم أن المسرفين هم أصحاب النار، ولا جرم معناه لا شك أن المجرمين هم أصحاب النار. وهذا تهديد لفرعون ومن اتبع سبيله. فستذكرون ما أقول لكم إذا رجعتم إلى أنفسكم وفكرتم في هذا الموضوع وهذا النقاش وسمعتم الحجة وأعدتموها على عقولكم بعد أن تخرجوا من هذا المجلس ومن ضغط فرعون ومن ما يمكن أن يقع من التهديد والوعيد، فرجعتم إلى أنفسكم وفكرتم في الموضوع، فستذكرون ما أقول لكم، لأن هذا الذي قاله هو مقتضى العقل والفطرة وهو الذي تقوم عليه الحجة. فستذكرون ما أقول لكم. عرف أنه سيتخذ فرعون قرار بتصفيته وقتله في ذلك الوقت، لأنه نازعه في ملكه وأقام الحجة عليه، فقال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوكل أمره إلى الله جل جلاله وفوض أمره إليه، فوقاه الله سيئات ما مكروا، نجاه الله من فرعون وجنوده. فقيل اختطفته الريح وحملته حتى أخرجته من ملك فرعون ومن مجلسه، فبحثوا عنه فلم يروه، لم يجدوه، أنه خرج أخفاه الله عنه فلم يروه. وقيل بل حيل بينهم وبينه بما تجدد لهم من الأخبار، فقد كانوا في المجلس يريدون الكيد به، فجاءهم خبر عن عدو لهم شغلهم عن ذلك. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب عائذا بالله. هذه القصة لا شك أنها طويلة وأن فيها إقامة الحجة على
من خالف أمر الله سبحانه وتعالى، وأنها حجة لأهل الإيمان على أعدائهم، وفيها بيان لأن المستضعفين سيجدون الخلاص يوما ما، وأن العتاة والمفسدين سيؤخذون يوما ما طال الزمان أو قصر، وأن الحق لا بد أن ينتصر، وأن الباطل لا بد أن ينهزم، فللباطل صولة فيضمحل والحق يعلو ولا يولى عليه. فهذه من سنن الله الكونية الماضية التي لا تنقطع ولا تردد فيها. يكفي هذا شيخنا الشيخ ألف. إذا نرجع إلى الكتاب. اقرأ لنا من قوله لا بعدها من قوله وفيه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم به وبشارة عيسى وبعثه وهجرته، ومن غزواته بدر في سورة الأنفال، وأحد في آل عمران، وبدر الصغرى فيها، والخندق في الأحزاب، والنضير في الحشر، والحديبية بالفتح، وتبوك ببراءة، وحجة الوداع بالمائدة، ونكاحه زينب بنت جحش، وتحريم ذريته، وتظاهر أزواجه عليه، وقصة الإفك، وقصة الإسراء، وانشقاق القمر، وسحر اليهود إياه، وفيه بدء خلق الإنسان إلى مخلق. نعم هكذا. بالنسبة لهذا القرآن جاء فيه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته وأخلاقه وشأنه الكثير. فقد جاء فيه أولا الثناء عليه من الله سبحانه وتعالى في كثير من السور، فمنها في سورة الأعراف قول الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومنها في سورة الفتح قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، إلى قوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، إلى آخر السورة. وفيها قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر هذه الآية. وكذلك في سورة النجم فإن الله قال فيها والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكذلك في سورة الضحى فإن الله قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وكذلك في سورة الشرح التي بعدها فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وفيه دعوة إبراهيم وإسماعيل عند بناء الكعبة، فقد كانا يدعوان ببعثة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعوتهما.
كما قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه الدعوة هي دعوة إبراهيم وإسماعيل، وقد استجابها الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك في دعوة إبراهيم في سورة الشعراء فإنه قال: الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذا اللسان لسان صدق في الآخرين هو محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمره الله باتباع ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبشارة عيسى كذلك بشارة عيسى به، فقد قال الله في سورة الصف حكاية عن عيسى بن مريم عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فكان ذلك بشارة للإنس والجن للثقلين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والآية تدل على أن ذلك من أسباب بعثة عيسى أصلا، فعيسى بعثه الله لهذه الأسباب: لإقامة الحجة على بني إسرائيل ودعوتهم وللتبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذه البشارة اختص الله بها عيسى دون غيره من الأنبياء. لماذا؟ لأن الله علم أن عيسى سيكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فعندما تألب عليه بنو إسرائيل وطعنوا في أمه وزعموا أنها غير حصان وغير عفيفة وأنها زانية وأنه هو ساحر، وأرادوا قتله وصلبه، ولم يجدوا مناصرا، لم يجد هو وأمه مناصرا، نصرهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعل مريم بنت عمران زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وجعل عيسى من أتباعه في الدنيا والمصدقين به، فسينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق حكما عدلا بين مهرودتين، يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس، لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن بصره ليبلغ ما يبلغ، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره، وحينئذ سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويسقط الجزية، وما ذلك إلا من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى سيفعل ذلك، وهذا إقرار له على ذلك، فمعناه أن هذا من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس تشريعا جديدا. كسر الصليب وقتل الخنزير وإسقاط الجزية هذا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه مؤقت بنزول عيسى، فهو حكم مؤقت بنزول عيسى. وقد جاءت الإشارة إلى نزول عيسى كما ذكرنا في القرآن في موضعين: في سورة النساء في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وفي سورة هود في قول الله تعالى: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وكذلك بعثه، فقد جاء في القرآن في كثير من الآيات الإشادة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في كثير من الآيات ذكر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. وهجرته كذلك فيه ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه إلى المدينة،
فقد جاء ذلك في مواضع من القرآن، منها قول الله تعالى في سورة النساء: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكذلك في سورة البقرة في قوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وفي سورة الحشر في قوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وجاء التنويه بالمهاجرين عموما وبالأنصار، فقد جاء ذلك في سورة التوبة في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وجاء بعض غزواته في القرآن، منها غزوة بدر الكبرى وهي يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وكانت يوم جمعة وهو 17 من رمضان من العام الثاني من الهجرة. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع أن أبا سفيان عاد بعير قريش من الشام، وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاقبة المشركين حين أخرجوا المهاجرين من ديارهم وأموالهم، فأراد أن يستنقذ للمهاجرين بعض أموالهم ويردها عليهم، وكان ذلك قد حصل في الغزوات السابقة على بدر ولم يكن يخرج معه غير المهاجرين. فلما كانت غزوة بدر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه الأنصار، فخاطب الناس وحضهم على الجهاد وطلب الشهادة في سبيل الله. فأول من استجاب له أبو بكر الصديق وبالغ في الطاعة لله ورسوله وأنهم جاهزون لذلك، ثم تكلم المقداد فقال: يا رسول الله لو خضت بنا هذا البحر لقطعناه معك، لم يتخلف منا رجل ولا امرأة، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرناه معك، ما تخلف منا رجل ولا امرأة. برك الغماد في آخر اليمن. وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، فعرف المهاجرون أنه إنما يقصد الأنصار، فقال سعد بن معاذ وهو أول من تكلم من الأنصار: لعلك تعنينا يا رسول الله؟ قال: أجل، فإنهم بايعوه بالعقبة على أن يحموه ولم يبايعوه على الغزو معه والقتال معه، إنما بايعوه ليلة العقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أزورهم وأن يحموه. فبايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال في هذا الوقت، وكانوا 313 رجلا أو 14 أو 15، ولم يعلم كثير من رجال أهل المدينة بهذه البيعة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقبال عير قريش، وعلم أبو سفيان بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتجه إلى شاطئ البحر ولم يسلك الطريق المعهودة التي تسلكها العير عادة. فلما نجا أبو سفيان بالعير أرسل رجلا إلى أهل مكة يخبرهم بأن عيرهم مهددة وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأهل المدينة لأخذ أموالهم. فجاء هذا الرجل وهو ضمضم الغفاري، وجاء في صورة مروعة إلى أهل مكة، وركب بعيره على الصفا وصاح في الناس، وصباحاه 3 فاجتمع عليه الناس، فأخبرهم أن مالهم قد أخذ وأن رجالهم قد قتلوا، وهددهم هذا التهديد. وقبل ذلك رأت عمة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن شهابا نزل على أبي قبيس فارتطم به فتطاير جمره، فلم يبق بيت من قريش إلا دخلته جمرة من ذلك الشهاب. فلما جاء ضمضم واجتمع قريش جميعا وما منهم أحد إلا وله مال أو قريب في تلك العير، فكان ذلك مصداقا لرؤيا عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستهزأ
المستهزئون بالعباس بن عبد المطلب قالوا يا أبا الفضل تنبأ رجالكم فسكتنا وها هي نساؤكم تتنبأ أيضا. فخرج قريش في جيش جرار قرابة 1000 وتزودوا بكل زاد وصحبوا القينات والخمور. وفي طريقهم بلغهم أن أبا سفيان قد نجا وأنه جاء إلى مكة، فأراد عدد منهم الرجوع، وممن رجع في ذلك الوقت طالب بن أبي طالب وهو أكبر أولاد أبي طالب، ولكنه فقد فلم يعرف له خبر بعد ذلك. وكذلك رجع الأخنس بن شريق ببني زهرة فقال إن عيركم قد نجت فلا حاجة بكم إلى قتال ابنكم، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخوانكم الذين معه، يقصد عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وإخوته وهم من بني زهرة، فردهم. وكذلك رجع بنو عدي بن كعب لمكان عمر بن الخطاب، وامتنع أبو جهل من الرجوع وخالفه عتبة بن ربيعة ورأى أن يرجعوا، فخالف أبو جهل عتبة وقال إنما خفت على ولدك، وكان ولده أبو حذيفة من المؤمنين المهاجرين، وقال له لقد انتفخ سحرك أي انتفخ دماغك من الخوف. فغضب عتبة ولم يجده في الجيش مغفرا على قدر رأسه، فاعتجر برداء ببرد له واستمروا. فحصل ما قص الله علينا في كتابه من نزول المطر ليلة بدر في الليل فكان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه في العدوة التي فيها الرمل، فابتل الرمل وسهل عليهم السير عليه، وكان المشركون في الجهة التي فيها الطين والوحل، فابتل الطين واشتد الوحل بهم فآذاهم ذلك، فسبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فنزل على الماء. وفي رواية أنه نزل على أقرب القلوب إليه، فقال له الحباب بن عمرو ما هذا المنزل يا رسول الله، أوحي نزل عليك أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الحرب والرأي والمكيدة. قال ليس هذا بمنزل، فأمره أن ينزل على البير العد كثيرة الماء وأن يغور غيرها من الآبار، وبنوا حوضا على البير وبنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان المعركة، فكان يشير إلى مكان يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فما تخلف أحد منهم من الذين سماهم عن مصرعه الذي حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصرهم الله بنزول الملائكة. وفي هذا أنزل الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. فأنزل الله الملائكة عليهم. وقد اختلف هل قاتلوا أو جاءوا للتثبيت، والذي يرجحه كثير من أهل العلم أنهم قاتلوا، لأن الله قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، والعرب لا يعلمون الضرب بالسيف فهم يعرفون مواقع الضرب به، فيكون ذلك تعليما للملائكة الكرام. وكان هذا يوم الفرقان بين الحق والباطل، فهزم الله به الشرك هزيمة قضت على كثير من رؤوس قريش والملأ منهم، فقتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة في البراز، وقتل أبو جهل، وقتل أمية بن خلف، وقتل زمعة بن الأسود، وقتل الأسود بن عبد الأسد، وكثير من رموز المشركين وقادتهم، وأسر فقتل منهم 70 وأسر 70. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان المعركة 3 ليال، وكان من شأنه أن يفعل ذلك. ثم رجع إلى المدينة بالأسرى منصورا.
ولما بلغ الأثيلة أمر بقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا، فقال عقبة: أقتل بين ظهراني قريش صبرا؟ فقال: لست من قريش، إنما أنت من يهود صفورية. وذلك أن جده أبا عمرو قد تبناه، وهو ذكوان، تبناه أمية بن عبد شمس وليس بولد له، فهو ليس من قريش، ولكنه أصبح منهم بالتبني، ولذلك تزوج أروى بنت كريز وهي من بني عبد شمس، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأروى هذه هي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولما قتل النضر وبلغ خبره أهل مكة أرسلت قتيلة وهي ابنته أو أخته أبياتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فيها: يا راكبا إن الأذيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك، وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمعني النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا، رصف المقيد وهو عان موثق، أمحمد يا خير ضنء كريمة في قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت فربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، أو كنت قابل فدية فلنأتين بأعز ما يغلو لديك وينفق، فالنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق. فرحمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يقتل بعد اليوم قرشي صبرا. وفي تفصيل الغزوة كثير من التفاصيل ليس هذا محلها، لكن المهم أنها من العلم الذي جاء في القرآن، وهذا هو وجه الاستدلال ووجه ذكرها في سورة الأنفال. وغزوة أحد في سورة آل عمران، جاء ذكر غزوة أحد في سورة آل عمران، فقد أنزل الله فيها عددا كبيرا من الآيات من سورة آل عمران، من قول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، إلى آخر هذا الجزء من السورة. وهذه المعركة نعم قتل فيها 48 من قريش من المشركين، وقتل فيها 12 من حملة اللواء. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: منع النوم بالعشاء الهموم، وخيال إذا تغور النجوم، من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم، لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم، رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم، لا تسبنني فلست بسبي إن سبي من الرجال الكريم، إلى أن يقول فيها: ولي البأس منكم إذا رحلتم عصبة من بني قصي صميم، 9 تحمل اللواء وطارت في رعاع من القنا مخزوم، لم تطق حمله العواتق منكم إنما يحمل اللواء النجوم. فذكرت 9 من بني عبد الدار الذين قتلوا، ومعهم أيضا 3 آخرون من مواليهم أو أرقائهم ممن حملوا اللواء فقتلوا. لكن استشهد عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 70 أو أكثر، فمنهم حمزة بن عبد المطلب وابن أخته عبد الله بن جحش، وشماس بن عثمان،
كذلك استشهد عدد كبير من الأنصار، فالأنصار وحدهم قيل استشهد منهم 70، والمهاجرون تقريبا استشهد منهم 10 أو حول 10، ولذلك يعد الأنصار المشاهد التي استشهد فيها منهم 70. وقد نظمها البدوي رحمه الله في قوله: أصيبت الأنصار يوم أحد بير معونة اليمامة تعددي جسر أبي عبيد الشهيد 70 بلا مزيد. الذين استشهدوا من الأنصار بلغوا 70. وبدر الصغرى فيها كذلك ذكرت أو أشير إلى غزوة بدر الصغرى، وقد كانت في أثر كرز بن جابر الفهري، وقد أغار على سرح المدينة في جمادى من سنة 2 من الهجرة، من العام الثاني من الهجرة، وهي قبل غزوة بدر. كانت غزوة بدر في اليوم 7 من رمضان، وكانت غزوة بدر الصغرى في جمادى من هذا العام. وقد سار النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من المهاجرين في اقتفاء آثار كرز بن جابر فلم يدركوه، وهرب كرز فأغذ السير حتى نجا. ذكرت في القرآن من أين الكتاب؟ نعم، هو أشار إلى أن بعض أهل التفسير يقولون في قول الله تعالى في سورة آل عمران لا 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 محمد رسول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وقد فرح المنافقون بأخذ سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخذه كرز بن جابر. والنضير في الحشر والخندق في الأحزاب كذلك. غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق، وقد ذكرت في الأحزاب وأنزل الله فيها قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي هذه المعركة قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وكذلك أيضا أشار إلى معركة بني قريظة: أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. كان ذلك في غزوة بني قريظة بعد الخندق. وأما غزوة ذات الرقاع فقد جاء ذكرها في آية سورة المائدة، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فكان ذلك في قصة دعثور في غزوة ذات الرقاع وهي غزوة نجد. والنضير في الحشر كذلك جاء ذكر غزوة بني النضير في سورة الحشر، فإن الله سبحانه وتعالى قال فيها: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا
وإن قتلتم لننصرنكم. وبين الله سبحانه وتعالى كذب المنافقين، وأن ما ناله رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني النضير إنما كان هدية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء. فقد أفاء الله ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قسمه على الفقراء والمستضعفين، فلم يقسمه كقسمة الغنائم بين المقاتلين. والحديبية في الحشر كذلك جاء ذكر غزوة الحديبية، وهي معدودة في الغزوات، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المدينة غازيا، وإنما خرج معتمرا، وقد أحرم من ذي الحليفة وساق الهدي، ولكن أراد الله أن يجعلها أبرك الغزوات، وذلك أن المقصود بالغزوات ليس الغنائم ولا من يقتل ويسر من الكفار، وإنما المقصود رضوان الله، وقد حل رضوان الله الأكبر على كل من شهد هذه الغزوة. فإن الله قال فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. والمغانم التي أخذوها كانت في غزوة خيبر بعد ذلك. فإذا هذا ذكر لغزوتين، لغزوة الحديبية وغزوة خيبر. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. ثم ذكر غزوة فتح مكة، فإن الله قال في هذه السورة: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. هذا وعد بفتح مكة. وفيها ذكر عمرة القضاء، لأن الله قال فيها: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وتبوك في براءة. غزوة تبوك جاء تفصيلها في سورة براءة، وصرح بالغزو في قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وهذه كانت غزوة تبوك، وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حجة الوداع في سورة المائدة. فحجة الوداع أيضا ذكرت في سورة المائدة، فإن الله قال فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. لا قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. وفي أول السورة قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. ونكاحه زينب بنت جحش، وقد جاء ذلك في سورة الأحزاب في قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وفي هذا بيان بعض أركان النكاح. فالصيغة هي قول الله تعالى: زوجناكها، وهذه صيغة النكاح المجمع عليها هي أنكحته وزوجته. الله زوجناكها، الولي هو الله جل جلاله، والزوج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ به زوجناك. والمحل زينب بنت جحش، وهي التي يعود عليها الضمير في قوله زوجناكها، فبدأ بالزوج في الضمير زوجناك ها، هذا الضمير الثاني هو ضميرها هي. أهل العلم يقولون هذا أيضا دليل على نكاح الجبر، فإن المالك له الحق أن يزوج أمته دون إذنها،
وزوج المالك أمة وعبدا بلا إكراه بلا إضرار، فهنا زوج نعم جبر المالك أمة وعبدا بلا إكراه بلا إضرار، فهنا جبر المالك وهو الله جل جلاله أمة زينب وعبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إضرار، هذا هو الحاصل. وهذا العقد عقد فوق السماوات العلى، فكان أشرف عقد نكاح عرفته البرية، فالعاقد الله جل جلاله والشهود الملائكة، وكان فوق السماوات العلى. وتحريم سريته كذلك ما جاء من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لسريته، وهي أمته وهي مارية القبطية أم إبراهيم عليه السلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها في بيت حفصة على فراشها فغضبت وغارت، فحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاعا لأزواجه، فأنزل الله في ذلك: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وتحلة الأيمان هي كفارتها، أي حلها بالكفارة. وهذا التحريم إذا قال الرجل لامرأته أو أمته هي علي حرام، اختلف فيه على 6 أقوال. القول الأول أنه كذب لا يلزم منه شيء، لأن الله قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. القول الثاني هو يمين كفارته كفارة اليمين، لأن الله قال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وهذه قد فرض الله ذلك في سورة المائدة في قوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وأيمانكم لفظ عام لأنه جمع تكسير مضاف إلى الضمير فيشمل كل الأيمان. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم سواء كانت بيمين بالله أو يمين بالطلاق أو يمين بالعتق وغير ذلك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وأمر بذلك: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. القول الثالث أنها ظهار تلزم منه كفارة ظهار، لأن الله قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فجعل ذلك الظهار ذا كفارة كبرى وهي مرتبة، فأولها عتق الرقبة ثم صيام 2 شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا إذا عجز عن الخصلتين قبل ذلك. وذلك أن المقصود بقول الرجل هي علي كظهر أمي تحريمها، فكان التحريم من هذا القبيل. القول الرابع أن التحريم طلقة واحدة رجعية، لأن هذا ليس صريحا في الطلاق، فألفاظ الطلاق منها ما هو صريح وما هو كناية، فمنها الصريح وهو الذي فيه الطاء واللام والقاف، وما ليس كذلك فهو الكناية التي تحتاج إلى النية. وعلى هذا يكون التحريم من ألفاظ الطلاق من الكنايات وليس من الصريح. القول الخامس أنها طلقة بائنة، لأنها أغلظ من الطلاق العادي فتكون كالخلع والفسخ والطلاق بعوض. القول السادس أنها تحريم نهائي بتات، معناه 3 طلقات، وهذا الذي يفتي به كثير من الفقهاء المتأخرين، وقد قال العلامة محمد وهب رحمة الله عليه: فخذ أيها المفتي لشخص بعرفه فبالعرف ألفاظ الطلاق ترام
فخليت قد كانت 3 وقد غدت لواحدة لا خلف ثم يرام وله حرام صار في العرف بتة وذكر أقاويل الحرام حرام. وتظاهر أزواجه عليه، كذلك ذكر تظاهر بعض أزواجه عليه وليس كل أزواجه كما أطلق المؤلف، وذلك بمظاهرة عائشة وحفصة في قصة شربه عند أم سلمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلو البارد، فكانت أم سلمة قد أهدي إليها عسل فكانت تسقي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا دخل عليها بعد العصر فتمالأت عليه عائشة وحفصة أية واحدة دخل عليها أن تقول إنها تجد رائحة معافرة، وهذا رائحة نبات إذا أكله النحل تأثر العسل برائحته، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن يتناول شيئا كريه الرائحة أو أن يخالط أي شيء فيه اتساخ، هذا حرام عليه صلى الله عليه وسلم شرفه الله عن ذلك. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا التظاهر عليه، قال إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، وهددهن فقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وقد آلى منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، فمكث 29 ليلة ثم دخل على عائشة فسألته وكانت لا تفوت علما لا تفوت أي علم، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بها تشريفا لها قبل نسائه، هذا تشريف عظيم المفروض أن تفرح به لكنها أرادت أن تسأل أيضا، فقالت أليس حلفت أن تهجرنا شهرا؟ فقال الشهر 29. فبين لها أن الشهر القمري يطلق على 29 يوما. نقف هنا عند قصة الإفك إن شاء الله تعالى.